معصوب سعودي ضد رز بلبن مصري، يا ترى مين اللي هيكسب؟ المعصوب أو المرسى يعتبر من الحلويات الشعبية في شبه الجزيرة العربية. هو بيتكون من مكونات بسيطة قوي زي العيش والموز وشوية عسل ومكسرات وقشطة. هندخله النهاردة في مقارنة مع الرز باللبن المصري بتاعنا. المطبخ المصري حيث ان هو بيجمع بين الثقافات الفرعونية والعربية وبيعتمد بشكل اساسي على البقوليات والخضروات، ومن اكتر الاطباق المشهورة الكشري والفول وام علي والزلابية. المطبخ السعودي من اكتر المطابخ المشهورة بالتنوع في النكهات، بيتميز قوي بالقهوة العربية والتمر. القهوة بتاعتهم بتبقى مميزة جدا لانها بيبقى فيها حبهان وتوابل كتير، متميز بأطباقه اللي بتعكس تاريخ وثقافة المملكة. أول حاجة نيجي للمعصوب. المكونات بتاعته هنحتاج عدد 3 موزات تكون مستوية، هنحتاج شوية من المكسرات، وهنحتاج عيش أسمر، ده العيش البلدي بتاعنا. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش. وهنحتاج كمان شوية من القشطة وشوية كده من العسل والقرفة. اول حاجة هبدأ اقطع العيش بتاعي كده لمكعبات صغيرة، وبعدين ههرس الموز بتاعي كده بالشوكة، وكل ما يكون الموز مستوي طعمه حلو كل ما الوصفة يطلع طعمها حلو. اول حاجة هحمص المكسرات بتاعتي في معلقة من السمنة، احطها كده على النار وافضل اقلب فيها لحد ما تتحمص وريحة المكسرات كده تبان. نقدر نستخدم اي نوع مكسرات نفضله. اول ما توصل للون ده نشيلها على طول، ناخد بالنا ما نسيبش المكسرات تتحرق. وبعدين هبدأ احط العيش بتاعي مع معلقة برضو من السمنة. اول ما يتحمص هبدأ انزل عليه الموز المستوي واقلب، وشوية من القرفة هي اللي بتدي طعم مميز. بعدين في اي طبق هحط كده العيش مع الموز بعد ما اتخلط كويس. هي كده الوصفة تعتبر خلصت. اول ما ارص العيش والموز كده على الوش احط شوية من القشطة، شوية كتير يعني نعمل طبق كده محترمة. ممكن نستخدم قشطة طبيعي او صناعي زي ما نحب. وعلى الوش نحط كده شوية من المكسرات اللي احنا حمصناها، وهنحط كمان شوية من حبة البركة، شوية كده من العسل. ممكن ناكله ساخن او نحطه في التلاجة. وده كده الشكل النهائي. نيجي للرز بلبن كده المصري بتاعنا. هو انا هعمل طبقين. الطبقين احتجت لهم ربع كوبايه من الرز، معلقه نشا، شويه فانيليا، وكمان شويه من المكسرات، وكوبايه كده من الحليب عليه القشطه، هو حليب كامل الدسم. واحتاج كمان طبعا سكر، دي تلت كوبايه من السكر. في حله على النار هحط الرز بتاعي بعد ما غسلته مع شويه كده من الميه السخنه، تقريبا ربع كوبايه، وهغطي عليه لحد ما الرز كده يستوي خالص على نار هاديه. وبعدين هنزل كوبايه الحليب بتاعتي، وانزل كمان السكر ورشه الفانيليا كده ونقلب. وبعدين النشا بتاعنا نحط عليه كده معلقتين من الحليب وندوبهم الاول على البارد، وبعدين نحطهم على النار عشان ما يكلكعش. وبعدين اول ما الرز بلبن يوصل للقوام ده اشيله من على النار عشان ما يتقلش قوي، واحط كده شويه مكسرات وبس. هنقارن طبعا اول حاجه واهم حاجه من حيث الطعم وكمان السعرات الحراريه، كمان من سهوله التحضير، يعني هي سهله ولا صعبه. اول حاجه هندوقها هي المعصوب السعودي. على فكرة عكس ما كنت متوقعة المكونات غريبة شوية، وممكن الطعم ان انا استغربه، بس بصراحة طعمها تحفة ومش غريب ابدا ابدا، يعني بجد بجد طعمها خطير. الرز بلبن بتاعنا المصري جميل جدا، خفيف قوي، كريمي زي ما متعودين على جمال الرز بلبن. من حيث الطعم المعصوب قوامه تقيل شويه، قوامه شبه قوي ام علي بتاعتنا، بس يعني على اتقل شويه، طعمها اغنى، فده من حيث القوام. الرز بلبن القوام بتاعه كريمي ناعم اخف بصراحه، وبصراحه برضو الاتنين طعمهم حلو جدا. بس الرز بلبن انت عشان تعمله بتخليه في التلاجة مثلا ساعتين 3 وبعدين تاكله، لكن المعصوب ممكن تعمله وتاكله على طول. فلو عايز حاجه حلوه سريعه كده بسرعه ممكن المعصوب يعني. تاني حاجة من حيث السعرات الحرارية، الرز بلبن المصري تقريبا الطبق الصغير منه بيعمل 200 سعر حراري بس، ودي تعتبر حاجة كويسة. أما بالنسبة للمعصوب سعراته الحرارية عالية شوية، يعني الطبق ده فيه للأسف 500 كالوري، يعتبر سعرات حرارية عالية. بس الميزة انها مغذية، يعني تنفع للأطفال أو لو حد نفسه ان هو يتخن بطريقة صحية، فالمعصوب خيار كويس لأن مكوناته أصلا كلها حلو.
اما بالنسبه لسهوله التحضير، الاتنين سهلين جدا، ما بياخدوش اي وقت في اعدادهم، بس يمكن نقول ان المعصوب اسرع شويه من الرز بلبن، لان الرز بلبن بنستنى ان الرز يستوي وبنسيبه في التلاجة، لكن المعصوب لا خالص، بنحمص كل حاجه وبعدين كل حاجه بتكون جاهزه حرفيا في خلال دقايق. بالنسبه لي اللي يكسب المعصوب لسبب، يعني عشان حاجه جديده وانا بحب الحاجات الجديده، ما يكسبش معايا بصراحه في السعرات الحراريه، بس يعني كحاجه جديده وحلوه جربناها من دول شبه الجزيره العربيه، فانا هكسب المعصوب المره دي. ولو عايزين وصفه حاجه حلوه صحيه، انا عملت وصفه شوكولاته هيلثي سبريد، جابت فيوز كتير جدا على التيك توك، جابت تقريبا 78,000 فيو، وناس كتير جدا جربتها وقالوا لي في الكومنتس ان هم جربوها وطلع طعمها حلو جدا. لو عايزين تجربوها انتوا كمان، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، وباي باي.